بعد من صور البغي لما الناس ينظرون إلى شخص يعتدي على الآخرين ولا يقفون بوجهه. البغي إلى صور من ضمنها واحد مستهتر لزم بندقيته وقام يرمي. مو هذا بغى لو ما بغى؟ بغى، سلب الناس الأمان. هسه هذا خاف، هذا مذعور، الرصاصة وين راح تقع؟ بغى لو ما بغى؟ المفروض الأمة إلها دور لو لا؟ أن تتصدى للباغي. إذا تفرجنا عليه صار هو باغي من جهة والمجتمع باغي من جهة أخرى. ما دامك ما تنكر المنكر أنت شنو؟ هسه مرة أنا ما أستطيع، مرة أستطيع. قل لي هسه دول المستهترين بالقطاعات اللي يرمون 20 30 روح 100، القطاعة كم ألف بي؟ نسبة كبيرة. من رأى منكم منكرا عطلنا هاي الفريضة. من عطلناها؟ والله عطلنا حياة. هسه حتى بعض الفقهاء يقول إذا تأمر بالمعروف لازم هو ما يزعل ولازم خالته ما تزعل. يا بطقه على الوالد والديه خليه عبرة. هسه إذا واحد سكران بالشارع وأجي أقول له ها أنت شارب، طبعا راح يزعل، أنا سكران. بس هذا ما دام سكران ويمشي ايش قد بيه خطر؟ ايش قد بيه؟ ترى الفقهاء القدامى كانوا يعتقدون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف شخصي عيني. هسه الفقهاء المعاصرين قالوا لا، إذا سوى واحد يسقط عن الكل. ولا الفقهاء القدامى يقول لا، تكليف عيني، أي واحد منكم يشوف باطل يصدى له، بعد الباطل يتحرك. هسه في زمان، هسه أنا أحترم آراء الفقهاء، بس الفقهاء لما ترجع للفقه القديم يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر تكليف عيني عليك. شفت واحد سكران أوقف يمه، سولف وياه، وبخه، سافرة رزلها وبخها. اليوم السافرات سوون بالعراق اليوم وصلنا إلى درجة ينظرا لما شاف المدرسة بالعراق محجبات وعباية ويقرن سلام يا مهدي. زين شلون يصير؟ ليش؟ بعد ما عندها إمكانية تشوف شرف، هي صارت رذيلة. والله هاي قناة دجلة وغيرهن ذني الرادلهن متابعة من الحكومة، بثن سموم. هو الله أمر المرأة أن تكون شنو؟ أقول لك شيء، أي مذيعة تطلع سافرة أبوها مو رجل ولا أخوها رجل، ذولا ذكور وذولا عندهم دياثة، وخلي يسمعوني. أي امرأة سافرة بالبيت ثق أبوها ديوث إذا كان موجودا، وأخوها ديوث، وإذا بيت زوجها ديوث ونص. ما عندهم غيرة. ولك حتى الحيوان عنده غيرة على زوجته، وانت مخليها مسرح تمشي بالشارع للرايح والجاي. وهذا تحضر، هذا يسمونه انفتاح حتى يخدعون الناس. هو عهر سموه انفتاح. شايف هاي حرب المصطلحات؟ إذا واحد متمسك بدينه وقوي سموه أصولي. لا هذا متشدد، مو متشدد، هذا متشرع. لا تخلون الإعلام يصول وجول بينا. سلام يا مهدي غاثتهم، ما يردون لاسم المهدي. المفروض احنا بالعراق عندنا مشروع أن نمهد لدولة الإمام. نعم، على كل حال البغي على عباد الله طبعا يعم العباد. إذا ظالم بغى وما صدت الأمة صارت الأمة شنو؟ أمة باغية. زين الأمة الباغية الله تعالى شي نزل عليها؟ شي نزل عليها؟ زين لابد أن يعم العباد بالعقوبة. ورد في حديث إذا عم الناس الظلم نزل عليهم الغضب والعذاب. أما إذا ارتفع الظلم، شوف هسه عندنا بعض المجتمعات دين ما عندهم، وثن، يشربون خمر، بس ما عندهم ظلم، ما عندهم بغي، والباغي يوقفون عند حده. والله قبل أيام أتابع بدولة أجنبية طريق خارجي واحد هو يمشي رمى قمامة، واحد طريق خارجي يا أخوان وقفه وقال له تعال شيل قمامتك بيدك. شوف، ما قبل بالبغي، لا تتجاوز على حق الآخر. ثقافة غرسوها بأممهم. تدرون باليابان من صف أول ابتدائي للثالث متوسط ما يهتمون بالمادة العلمية بقد ما يهتمون بالمادة الأخلاقية. احنا صف ثاني ابتدائي ومحافظين جدول ضرب، ويجي للبيت محمل يكره المدرسة. شلون راح أطلع جيلان؟ شلون؟ والمدرسة على قبل أيام تقول بابا هاي تخابر بصاحبها، تقول له بس ارجع لي. هذه المفروض تعاقب. زين مدرسة ورفعت العلم يجي يساعدون الساعدي، زين رئيس وزراء، زين سووا إجراء بخير. شنو جاي يرقص؟ شو تعلم أولادنا أنت؟
والله أنا أخاطب عشيرته يا أخوان، عيب عيب حامل اسمكم، خلي يشيل اسم أبوه يقول سعدون ابن فلان. ساعدي عشيرة لها مركزية ولها تاريخ من سهل الساعدي لهذا اليوم. عيب اليوم بنات عاهرات فاجرات تحمل اسم عشيرة، لا خلي اسم أبوك. عشيرة تحمل بها طاقات، رفعت علم، جيب لي شاعر يحيي القيم، مو شو تسوي تحت. هو اليوم المجتمع يريد يصنع رمز للتفاهة. اليوم زمن التافهين. انت تدخل على سعدون تلقى عنده مليون مشاهد، ادخل على مرجع مثل محمد السند وابحاثه 6000 7000. احنا نعيش ازمه، زمن التافهين. بنين شنو قيمتها بنين؟ ولها جمهور ما تعرف تحكي، هي والكاظمي توم، هذا يشوت وهي تشوت والله، لكن عندها ملايين. احنا قاعد نحتضر اخوان. علم ابنك يا موقع روح، لا تخلون الانترنت يبتلعنا، ترى اخطر من السرطان. على كل، البغي على الناس عقوبته قد تكون في الدنيا. بعض الناس كفر، اشوف هسه في اوروبا عندهم عري عندهم غيره، بس ما عندهم ازمات كثيره. ليش؟ ما عندهم بغي، ما عندهم ظلم. اما احنا عندنا بالاسلام ترى النعمه تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. احنا في الاسلام لا اله الا الله والله اكبر ومجالس، بس عندنا بغي. العشيره باغيه والموظف باغي والشرطي باغي وغيره. لذلك الله تعالى مع وجود الايمان عندنا، لكن من ازمه الى ازمه.